السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواتي وأحبائي، أسعد الله مساءكم بكل خير وبكل ما تتمنون هنا من داخل المملكة المغربية، هنا وبالتحديد مدينة الزهور، مدينة المحمدية، مدينة مراكش. يقام بها أكبر مائدة رحمن، والتي تجمع نحو 460 ل 500 شخص إفطار الصائمين خلال شهر رمضان. تعالوا شوفوا الأجواء الجميلة والأحداث داخل مائدة الرحمن، المتطوعين اللي بيبذلوا جهودهم وبيبذلوا وقتهم في خدمة عباد الرحمن وإفطار الصائمين، وأصناف الأكلات وأنواع الأكلات التي تقدم لهم، والأجواء من داخل موائد الرحمن، والتي تعتبر أكبر مائدة رحمن داخل مدينة مراكش. تعالوا شوفوا الخير والخيرات وجمال وروعة الأكلات التي تقدم لفائدة عباد الرحمن لإفطار الصائمين خلال شهر رمضان. تعالوا شوفوا الخير اللي هتشوفوه ودايما بتشوفوه داخل المملكة المغربية. أهل الكرم، أهل الجود، أهل الضيافة، وأهل الترحاب، وناس السخاوة. فضلوا معايا شوفوا الفيديو وإن شاء الله يعجبكم. فضلوا معايا. هذا ماشي عرس، هذه أكبر خيمة إفطار رمضانية في مراكش. هذه أكبر مائدة الرحمن في مراكش، واللي تستافدوا منها حوالي 450 صائم وعابر سبيل واللي ما فحالهمش، والاستفادة تكون مقسمة ما بين الرجال والنساء، واللي تتجندوا لها أطر وطواقم كبيرة. اللهم بارك بجميع الأعمار من نساء الطباخات اللي قايمين بجهود كبير، الله يعطيهم صحتهم، اللي مضحيين بوقتهم ومجهودهم في هذا العمل الخيري النبيل. وما نساوش كاع اللي واقفين في التنظيم من المتطوعين والمساعدين، وكاع اللي مساهم في هذا الإفطار الرمضاني الإنساني. وهذا الشيء بطبيعة الحال كامل تحت إشراف جمعية ولاد الخير الغنية عن التعريف، المعروفة بالأعمال الخيرية، وبشراكة مع جمعية هيلب وإدارية، واللي دايرين هذه الخيمه الرمضانيه بحي ازلي امام مدرسه محمد السادس. فعلا ما حد الخير باقي في الحياه، باقيين هاد الناس اللي تيحسوا بالمسكين وتيديروا اللي بجهدهم باش يرسموا الفرحه على وجوه المحتاجين. ونخليكم دابا مع الرؤساء ديال الجمعيات. Salam alaikum. Alors moi c'est Aria, présidente de l'association El Pizzaria, et basée sur Marrakech depuis maintenant 5 ans, et c'est la deuxième édition qu'on fait El Maïdet al-Rahman pour le Ramadan. Du coup cette année on a pu augmenter nos jeûneurs à 450 personnes par soir. معكم هشام السعيدي، متطوع في جمعيه ولاد الخير للاعمال الاجتماعيه. الحمد لله يعني كتشمل مجموعه من الانشطه اللي كتقوم بها على طول السنه. كاينين قوافل طبيه وقوافل انسانيه، كاينين قفف غذائيه اللي كتستافد منها الارامل في كل شهر، يعني عندنا واحد العدد اللي هو 60 ارمله. كاينين انشطه موازيه اللي هي حملات التبرع بالدم، كاينين تنظيف مساجد، كاين حفر الابار. كان بين الانشطه اللي كنقوموا بها في البرنامج السنوي اللي هي مائده الرحمن. العام الحمد لله عندنا جوج خيمات. كاينه الخيمه اللي كنتواجدوا فيها حاليا اللي كاينه في ازلي، اللي كتستهدف يعني اكثر من 500 صائم يوميا. كاينه عندنا خيمه في سيدي موسى اللي كتستهدف اكثر من 350 صائم يوميا. هذه هي أكبر خيمة إفطار حاليا في مراكش، واللي كيفطر فيها أزيد من 460 شخص ما بين الرجال والنساء. وصاحبة المبادرة النبيلة هي جمعية ولاد الخير اللي كتواجد بالضبط في حي أزلي وأمام مدرسة محمد السادس، ومجندين أطر وطواقم كبيرة لهذا الغرض. صراحة ما ساهلش تفطر هذا الكم الهائل من الناس، ولكن بفضل الإرادة والعزيمة والتنظيم المتقن ديالهم بداو قدما في هذا العمل الإنساني، وبشراكة هذه السنة مع جمعية هيلب ويد أريا قدروا أنهم يديروا إفطار لأكبر عدد ممكن من الناس. وفعلا باقي الخير في الدنيا ملي كنشوفوا بحال هذه المبادرات الإنسانية في هذا الزمان اللي صعيب تعطي فيه من وقتك أو بمال. وكنبغي نشكر جميع العاملين في الجمعيه من الكبير حتى للصغير، بحال هذا الوليد اصغر عنصر متطوع، تحيه ليه. هذا الشيء ما كيقتصرش غير في رمضان، جمعيه ولاد الخير عندهم انشطه اخرى خيريه. غادي نخلي رئيس الجمعيه يقول لنا بعض المعلومات. عبد برماكي رئيس جمعيه ولاد الخير للعمل الاجتماعيه مراكش. الحمد لله يعني حاليا يعني 8 سنوات ديال العمل الجاد الحمد لله. قوافل طبيه، قوافل انسانيه، يعني كنديروا اصلاح المساجد، كذلك المدارس يعني في المناطق النائيه. مائده الرحمن يعني كيف كتشوفوا اليوم كنتواجدوا في مائده الرحمن اللي كتنظم مع جمعيه ولاد الخير كل سنه، وبجميع الاعمال الخيريه بحال مثلا الزياره ديال مراكز الايتام، مراكز ديال العجزه. Salam alaikum. Moi c'est Aria, présidente de l'association El Pizzaria. Donc ça fait 4 ans que je suis installée à Marrakech. Là pour ce Ramadan cette année on a décidé de faire donc la El Maïdet al-Rahman pour nourrir les jeûneurs. À la base on avait pour projet de faire 250 personnes par jour. Aujourd'hui on a plus de 420 personnes. C'est vraiment un vrai plaisir parce que moi j'ai connu les moments où j'ai mangé seule pendant le Ramadan, où je savais que c'est dur, et surtout avec l'association Oulad El Rey qui fait un travail extraordinaire.